انت ممكن تكون بتعبد حاجة تانية غير ربنا وانت مش واخد بالك، مع انك بتقول لا اله الا الله كل يوم. ويمكن عشان كده قلبك مش مستريح، لسه خايف، لسه متوتر، لسه حاسس ان الدنيا اكبر منك، مع ان المفروض لا اله الا الله تعمل العكس تماما. تخيل كده تصحى الصبح وقلبك هادي، مش خايف من بكرة، مش مرعوب من المستقبل، مش حاسس ان حياتك واقفة على شخص او فلوس او منصب. تخيل تمشي في الدنيا ومفيش حاجة جواها اكبر من ربنا. الاحساس ده مش خيال، الطبيعي. الطبيعي القلب فهم فعلا معنى لا اله الا الله. بس اغلبنا بيقولها كتير وفي نفس الوقت عايش متوتر. اللسان بيقول لا اله الا الله، لكن القلب مرعوب من المدير، قلقان من الرزق، مربوط برأي الناس، يحس انه اتكسر عشان مصلحة راحت. يفضل طول الليل يفكر هيحصل ايه بكرة، طب لو خسرت، طب لو فشلت، طب لو سابني. وكأن الحاجات دي هي اللي بتتحكم في حياته فعلا. تعرف المشكلة فين؟ إننا فاهمين لا إله إلا الله كجملة دينية بس، مش كتحرير، مع إن معناها يهز القلب فعلا. لا إله يعني مفيش حاجة تستحق خوفي الكامل، مفيش حاجة أبيع نفسي عشانها، مفيش حاجة تتحكم فيا. بس الحقيقة الصعبة، كل واحد فينا تقريبا عنده إله خفي. في اللي إلهه رأي الناس، طول الوقت بيعمل ويخاف يتقال عليه. وفي اللي إلهه الفلوس، مستعد يستهلك عمره كله عشانها، ولو قلت ينهار. وفي اللي إلهه السلطة، يخاف من أي حد أقوى منه كأنه يملك مصيره. وفي اللي إلهه هواه، أي حاجة نفسه فيها يعملها حتى لو بوظ الدنيا كلها. كل دول أخطر عبودية، لأنك ممكن تكون بتعبد الحاجة وانت فاكر انك حر. وعشان كده لا إله إلا الله مش مجرد ذكر، دي ثورة، ثورة جوه القلب، ثورة على كل حاجة كانت مستعبداك. انت لما تقولها بصدق انت بتقول الفلوس مش إلهي، الناس مش إلهي، الخوف مش إلهي، المستقبل مش إلهي، هوايا مش إلهي. في إله واحد بس اللي بإيده كل حاجة. طيب، احنا أحيانا بنعيش كأننا بنشرب من حنفية بتنزل نقط، نقطة مرة نستمد قيمتنا من الناس، مرة من النجاح، مرة من الحب، مرة من الفلوس، فنفضل عطشانين. لكن لا إله كأنك اتوصلت بالمصدر نفسه، مش بالأسلاك، بالمصدر. فاكرين لما سيدنا موسى كان قدامه البحر ووراه فرعون؟ كل الأسباب بتقول إيه؟ بتقول خلاص انتهى. حتى أصحابه قالوا له إنا لمدركون، خلاص. لكن هو قال إيه؟ كلا إن معي ربي سيهدين. إيه القوة دي؟ لأن البحر مش إلهه، وفرعون مش إلهه، في إله واحد بس. ولما القلب يتمسك بالحقيقة دي، البحر نفسه يتحول لطريق نجاة. وعشان كده ربنا بيفكرنا بيها طول الوقت، في الأذان، في الصلاة، في الذكر. لأن ربنا بيقول كل يوم فوق، مفيش حد يستحق الخوف ولا التعلق ولا الخضوع غير ربنا. انت عبدي أنا. وعشان كده يمكن مفيش كلمة في الدنيا دي كلها ممكن تحرر قلب الإنسان قد لا إله إلا الله. في النهاية حابة أعرف إيه أكتر جملة لمست قلبكم النهاردة، واستنوني في لحظة فهم جديدة هنعيشها مع بعض.